بحبنا كل حتة في بلدي، بلدي يا ولا يا سلام على أهل بلدي. بلدي بحبنا كل حتة في بلدي، بلدي يا ولا يا سلام على أهل بلدي. بلدي بحبنا كل حتة في بلدي، بلدي يا ولا يا سلام على أهل بلدي. على السطح بيظهر فكرة راقية جدا ومحترمة، قناة جديدة. بلدي 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 بحبنا كل حتة في بلدي، بلدي يا ولا يا سلام على أهل بلدي. قناة جميلة، حتى اسمها جميل. الواحد حاسس ان انتوا هتدخلوا البهجة على المصريين اللي محرومين منها وعايشين في كبت وعايشين في حزن، فدي فكرة رائعة. بلدي يا عين بلد الحبايب الصابر أيوب، بلد العاشق واللي دايب بياض القلوب. بلدي يا عين بلد الحبايب الصابر أيوب، بلد العاشق واللي دايب بياض القلوب. فكرة جميلة ورائعة، واهم حاجة فيها انها بتخلي فيه تقارب بين اهل ابو حمص، وبتعرفنا مشاكل ابو حمص كلها لحظة بلحظة وقتي، وحاجة كويسة. بلدي بحبنا كل حتة في بلدي، بلدي يا ولا يا سلام على أهل بلدي. بنبارك لأصحاب فكرة قناة، وهي فكرة جميلة جدا وهتساعد على التواصل بين أهالي أبو حمص كمركز وكمدينة، وألف ألف مبروك. بلدي النني الأسمراني والرمش الجحيم، قلبي بيبعد عنها ويرجع ويقرب ويميل. بلدي النني الأسمراني والرمش الجحيم، قلبي بيبعد عنها ويرجع ويقرب ويميل. قناة جميلة جدا جدا وأنا اتفرجت عليها، وقناة رائعة بتخلي الواحد يعيش ذكريات جميلة جدا جدا جدا، ودي شيء رائع جدا جدا لما بيحصل في أبو حمص، ودايما في التقدم باستمرار. بلدي بحبنا كل حتة في بلدي، بلدي يا ولا يا سلام على أهل بلدي. بلدي بحبنا كل حتة في بلدي، بلدي يا ولا يا سلام على أهل بلدي. وانا متأكد طالما انتوا قائمين على هذا الموضوع هيبقى رائع فعلا وجميل. وتكون اشهر من كده واحسن من كده، والناس تعرفها وتعرف اخلاقها، وتعرف ان ابو حمص دي من ارقى الاماكن في محافظة البحيرة. هي المركز الوحيد اللي فيه تقسيمين على مستوى محافظة البحيرة، ده غير ان ناسها طيبين وناسها مثقفين، وعندنا اكبر نسبة متعلمين في محافظة البحيرة في مركز ابو حمص. وشرف لابو حمص واهل ابو حمص ان يكون في حاجة زي كده جميلة وراقية. أبو حمص بتتطور وبتتقدم كل يوم، وده شيء جميل. ولادها مصممين إن هم يظهروها على السطح، وأنتم معانا دايما هتبانوا على السطح دايما، وهتبانوا في كل مكان، عشان بنحلم إن أبو حمص تبقى على الخريطة، ما تبقاش بره الدنيا. أبو حمص جوه الدنيا، أبو حمص جوه الدنيا. بلدي بحبنا كل حتة في بلدي.